تعالى اقول لكم على اسهل واسرع اكله من غير مواعين كتير ولذيذه في نفس الوقت، الرز البرياني. يعني لما بكون مستعجله وعايزه اعمل اكله سريعه وتبقى حلوه في نفس الوقت بعمل الرز البرياني. هقول لكم دلوقتي خطوه خطوه ممكن نعمل الرز البرياني ازاي باحلى طعم في اقل وقت. تعالى اقول لكم خطوه خطوه هنعمل ايه. هيكون معايا بصلايه كبيره متقطعه جوانح زي ما احنا شايفينها كده، ومعلقة سمنة بلدي أو سمنة عادية أو معلقتين زيت، أي حاجة متوفرة عندك مادة دهنية هتعملي بيها. هيكون معايا حلة فيها مية على النار بتغلي، هنحط فيها المنكهات للرز. هنغلي أول حاجة مية هنسلق فيها الرز. هيبقى معايا كبشة قرنفل، معلقة ملح. هنملح بقى كده الرز عشان هو ده الملح الوحيد اللي هيتحط على الرز. هنحط شوية قرنفل وحبهان ورق لورا. بس كده. عندنا عود قرفة ممكن نحط عود قرفة معاهم. هنغسل الرز البسمتي كويس جدا، وبعد كده من غير ما ننقعه هننزله على طول في المية. هيغلي غلوتين، عايزينه نص سوا يعني مش عايزينه سوا كامل. نمسك الرزاية نلاقيها بتتكسر معانا، ساعتها نطفي على طول. تعالوا بقى الفراخ، ممكن نستخدم صدور فراخ، ممكن نستخدم دبابيس، ممكن نستخدم وراك، ممكن نستخدم فرخة كاملة ونقطعها ل8 قطع، ممكن نستخدم مكعبات لحمة تكون بتستوي بسرعة متقطعة قطع صغيرة مكعبات صغيرة أو شرايح بفتيك. ممكن نعمل باللحمة أو بالفراخ زي ما احنا حابين. هيبقى بقى التتبيلة بتاعتنا عبارة عن معلقة توم كبيرة مفرومة، علبتين زبادي على حسب الكمية طبعا. هيبقى معايا بهارات البرياني، البهارات دي بتتباع في السوبر ماركت مخصوصة للبرياني. هنرش رشة فلفل اسود، وبعد كده هنحط معلقتين زيت، ممكن زيت زيتون وممكن زيت عادي. هنحط رشة كمون. ممكن بقى بدل بهارات البرياني لو مش عندنا ممكن نعمل خليط من البهارات اللي هقولكوا عليها، كمون وكزبرة وسبع بهارات وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر. ده بديل بهارات البرياني. لو عندنا بهارات البرياني هنحط منها معلقة كبيرة، وهنحط برضو معلقة صغيرة كمون، وهنحط شوية بابريكا مدخنة. المدخنة بتبقى ريحتها حلوة قوي في الأكلة دي. هنقلب بقى الخليط الجميل ده كله، روايحه طبعا من قبل ما يستوي حتى الريحة هتشموها حلوة جدا. هنقلب الفراخ كويس جدا في الخلطة الحلوة دي. دلوقتي بقى ممكن نركنها ساعة أو ساعتين، ممكن نشتغل بيها على طول. نسيت أقول لكم إن معلقة التوم المفروم كان معاها قطعة جنزبيل مفروم. البرياني بيتعمل بالجنزبيل والتوم مع بعض مفرومين. دلوقتي الرز بتاعنا خلاص استوى، وزي ما انا بقول لكم نكسرها تتكسر معانا، يعني لا هتبقى نية ولا مستوية كامل سوا. البصل بتاعنا ده هنستخدمه، هنحط طبقات وهناخد منه شوية في تتبيلة الفراخ. هنصفي الرز بتاعنا ونركنه على جنب، ونيجي بقى في حلة هنحط معلقة سمنة، وهننزل بالفراخ بتاعتنا بتتبيلتها. ممكن نتبلها ونشتغل بيها على طول زي ما بقول لكم، مش محتاجة تتركن شوية بالتتبيلة. لو احنا عايزين نركنها شوية مفيش اي مشكلة، هنحط معلقة صلصة او معلقة طماطم متسبكة مع الفراخ وهي بتستوي، وهنقلب تقليبة كويسة جدا الخليط ده. وبعد كده هنسيبها على نار هادية عالية الاول تدخل في السوا، وبعد كده نهدي النار عليها هنسويها 3/4 سوا علشان لسه الربع الاخير هتستويه مع الرز. هنحط بقى ربع كوباية المية ومعلقة من البصل المتحمر معانا، ونقلب الخليط ده كله كويس، وبعد كده نغطي عليها ونسيبها تستوي 3/4 سوا. الرز بتاعنا خلاص احنا حطيناه يتصفى، واول ما الفراخ تاخد 3/4 سوا هننزل بالرز على وش الفراخ. خليكم معايا خطوة خطوة وهتشوفوا كل الخطوات ورا بعض. عايزة اقول لكم ان البصل المتحمر ده بيدي نكهة وريحة حلوة جدا للرز. دلوقتي خلاص الفراخ دخلت في السوا 3/4 سوا زي ما احنا عايزين بالظبط. شايفين هي لسه متماسكة ولسه فيها ربع اخير هيستوي مع الرز. هننزل بقى بالرز بتاعنا المسلوق، ومش هنزود اي سوائل تاني. هي السوائل اللي في الفراخ دي كفيلة جدا تسوي الرز والفراخ اخر مرحلة. يعني ما نحاولش نزود مية تاني علشان الرز ما يعجنش معايا والفراخ تتهري. اي حاجة بقى مش عايزينها في الرز، الحبهان والقرنفل وورق اللورة ممكن نشيله وهي بتتسلق. عايزين تسيبوه انا سبته، عايزين نطلعه ساعة الاكل مفيش اي مشكلة، ممكن ساعة التقديم تنقيه. هنحط بقى البصل المتحمر بتاعنا طبقات، نحطه في نص الرز او نحطه على وش الرز، ونغطي الحلة على نار هادية جدا تاخد من النكهات والروايح بتاعة تتبيلة الفراخ. واول ما يستوي هنروح مطلعينه مقلبينه في بعضه. الرز هياخد من نكهة الصوص بتاع الفراخ، وهيستوي على نار هادية وياخد الريحة بتاعت التتبيلة الجميلة اللي احنا عاملينها.
كده الأكلة بتاعتنا خلصت، تحفة، الريحة تحفة، وكله في حلة واحدة. رز برياني رهيب. ممكن نعمله باللحمة أو بالفراخ بنفس الطريقة. نسوي برضو اللحمة بتاعتنا 3/4 سوا والربع الأخير مع الرز. شايفين الشكل تحفة. ممكن لو عندنا زعفران أو ريحة الزعفران، بودرة الزعفران، نحط على وش الرز شوية صغيرين بنقطتين مية. كده هتبقى 3 ألوان، البني والأبيض والأصفر، ده غير ريحة الزعفران هتاخد الطبق في حتة تانية خالص. وكده خلصت وصفتي السريعة، أكلة المستعجلين حرفيا. يا رب تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم. بصراحة هي أكلة تحفة بصراحة، اللي هيجربها هيعملها مرة واتنين وتلاتة. حلوة جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وشير عشان ناس كتير تستفاد. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.